السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد على الجميع، ونتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يوصلكم وانتم تكونوا في أحسن الأحوال، ناشطين هانيين. هذا الفيديو راه رائع، غير تبعوه حتى الاخر وغتشوفوا الانواع ديال مائدات الافطار في المغرب، لان المغرب كيتعتبر رقم واحد في العالم بالنسبة للإفطار ديالو. الطريقة كيفاش الطبلة ديال الإفطار كتقدم، وكذلك النوع ديال المأكولات اللي كتكون محطوطة فوق الطاولة، يعني المائدة ديال رمضان. يعني العالم كله كيشهد بأن المغرب هو الرقم واحد، والدليل على ذلك بقاو معايا حتى لاخر الفيديو وغادي تشوفوا بعينيكم. يعني خليو الصور تقول، ماشي انا اللي غاديه نقول. راه صور، يعني داك الشيء تحفه رائع ما شاء الله. يعني التراث المغربي والطبخ المغربي راه شي حاجه يعني رقم واحد في العالم بالنسبه للمذاق، الطريقه ديال التقديم، يعني في كل شيء بصراحه. وبزاف الناس كيشهدوا بهذا الشيء. مهم بقاو معايا حتى لاخر الفيديو وغتشوفوا الشيء الهضره اللي كنقول لكم، ومنها كذلك يعني نستافدوا. بالنسبه للناس اللي كيكون مثلا جاي ماشي ضروري يكون جاي عندك الضياف، ولكن الا كنت راه كانوا جايين الضياف ما فيها باس، لان احنا اصلا كرماء تنتهلاو في الضياف ديالنا. يعني كيفاش تقدمي ديك المائدة ديال الإفطار ديالك. فيه ناس مثلا كتكون عندها أكل متنوع، ولكن الطريقة باش كيحطوه فوق الطبلة ما تيجذبش الانتباه، بحال شي حد مثلا كيزوق ديك الطبيله، يعني كيعرف كل حاجه كيف فين يحط داك الشيء متيول كيف ما تنقولوا. أه حيت شي مره كنقولوا العين كتاكل يعني قبل الكرش، حيت حتى حاجه يعني الاكل كان متقدم، يعني واحد التقديم ديالو زوين، والطريقه كيفاش محطوط فوق الطابله وهذا كيثير الانتباه اولا. يعني العين كتشرق اولا. لهذا انا جبت لكم يعني راه كثر من 100 مائدة إفطار خديتها من هادشي المقتطفات ديال رمضان ديال هاد السنة، باش الناس تستافد وتشوف كيفاش تحط الطاولة ديال الإفطار ديالها. لأن بصراحة يعني ما شاء الله على يعني الطبخ المغربي ما شاء الله متنوع ورائع. لان يعني احنا ماشي كنجاملوا نفسنا، ولكن يعني بصح يعني جربت انا بدا اصلا شخصيا جربت الاكل ديال شي بلايص اخرى. ما كيعجبني، يعني في شي حاجه عندهم زوينه، ولكن الاكل ديالنا عنده واحد النسمه، واحد اللمسه ديالو خاصه به. يعني وحنا اصلا معروفين يعني كنحطوا التوابل في الاكل، كنشحروا الماكله، داكشي زوين عندنا. كاين شي بلايص ما كاين لا شحار لا توابل، الماء والملح والبزار. بلا ما نذكر واحد الدوله كان يعني ضايقه الاكل ديالهم، والله يعني ما كيشحروش الماكله وما كيحطوش فيها التوابل خالص كما تيقولوا هما خالص. غير الملح والفلفل الاسود. راكم عارفين على من كنهضر. يلا المهم حنا غادي نضحككم، نخليكم باش تستافدوا وتشوفوا الطريقه ديال التقديم ديال الماء. شوف هاد الطابله ما شاء الله، شفتوا هذه ما شاء الله، شفت التقديم ديالها والالوان. حتى هاد الطاوله زوينه، ولكن اللي فاتت بصراحه عجبتني بزاف في طريقه التقديم ديالها. مهم وانتم ما تبخلوش علينا، خليو لينا الراي ديالكم وقولوا لي كذلك في التعليقات انتم اين المائده اللي عجباتكم، باش نشوفوا كل واحد والراي ديالو. انا عجبتني هذيك اللي قلت لكم اللي دازت. بصراحه كان ليا نرقمهم نديرهم بارقام باش ملي تخليو لي التعليقات يعني تجي ساهله، تكتبوا لي الرقم ديال المائده اللي عجباتكم. وما تنساوناش بالبارطاج واللايك
والاشتراك كذلك بالنسبة للناس اللي ما اشتركينش. إلا عجباتكم القناة والفكرة ديال القناة، وإن شاء الله غنبقى نحاول نحط الجديد، واخا راه بصراحة ما عنديش الوقت بزاف، ولكن غنبقى يعني نحاول نلقى شوية د الوقت ونحط الجديد، حيت راه كنغيب بزاف. راه شفتو شحال من نهار ما حطيت حتى فيديو، راه أكثر من ما عرفت شي 3 سيمانات هذه ولا شنو. غير سمحوا لي بزاف. المهم في الاخر جبت لكم هاد الفكرات، حيت بزاف كما قلت لكم بزاف الناس مثلا تيكونوا جايين عندهم الضياف وتيكون الاكل متنوع وكثير بزاف ما شاء الله، والناس كتحير كيفاش تحط داك الاكل باش التقديم ديالو يجي زوين ويعطي في المنظر. لهذا انا جبت لكم هاد الموائد الافطار هذه اللي هي كما قلت لكم اكثر من 100 مائده افطار. يعني بقاو حتى الاخر د الفيديو ودوزوه بشويه كذلك، وغادي تستافدوا منه باش تشوفوا اين الطريقه ديال التقديم ديال اين مائده الافطار وتستفادوا منها، وان شاء الله يكون جاي عندكم شي ضياف ولا تكونوا فرحانين غير بروسكم. ديروا بحالها باش كما قلتوا اللي بغى يصور اللي بغاو كما قلنا